بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا معكم مستر خالد السعيد لشرح دروس مادة التاريخ إن شاء الله في المرحلة الإعدادية والثانوية، بس النهاردة معكم هنبدأ بالمرحلة الإعدادية وخصوصا الصف الثاني الإعدادي. تاني إعدادي طبعا حبايبنا هيكون معانا برضو متواجد معانا مستر محمد النجار لشرح دروس مادة الجغرافيا، وإن شاء الله نتعرف مع بعض من خلال الشرح ومن خلال قناتنا على اليوتيوب إن شاء الله، وهنتابع مع حضراتكم أول بأول وكل حاجة أنتم محتاجينها وكل استفسار أنتم عايزينه إن شاء الله. النهارده هناخدك متعة في التاريخ الإسلامي بيتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ما الإسلام يجي. تاني حاجة ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولد الهدى، شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطفولته قبل شبابه، الطفولة بتاعته، شبابه، بعد كده رحلته كلها لحد البعثة بتاعته صلى الله عليه وسلم لحد ما أرسل بالإسلام. بعد كده ناخد سيدنا محمد بيأسس الدولة لحد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمتعة في التاريخ الإسلامي مفيش أعظم من إنك تتكلم عن أفضل حد خلقه ربنا على الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. نبدأ مع بعض النهارده كده دروسنا في أول مادة في التاريخ اللي هي ميلاد أو الدرس التمهيدي أحوال شبه الجزيرة العربية قبل مجيء الإسلام. قال لي العالم، عاوز أعرف العالم كان عامل ايه قبل ما سيدنا محمد يجي، وضع العالم ايه بالنسبه لسيدنا محمد او لشبه الجزيره العربيه قبل مجيء الاسلام وقبل مجيء سيدنا محمد وميلاده صلى الله عليه وسلم. قال لي العالم قبل مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان واحده واحده بقى كده مع بعض. قال لي كان العالم قبل مجيء سيدنا محمد بيعم فيه الظلم والفساد بين جميع الاجناس في كل المجالات. العالم قبل سيدنا محمد يجي كان فيه الظلم والفساد، كل حاجه في كل نواحي الحياه وفي كل مشاكل الحياه، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما جه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا العالم قبل مجيء سيدنا محمد قال لي كان بيعم فيه الظلم والفساد بين جميع الأجناس. طبعا أنا لازم أعرف إن سيدنا محمد قبل ما يجي أو العالم قبل مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه ظلم وإيه وفساد. ليه؟ لأن سيدنا محمد لما يتولد ولما يبعث رسول طبعا الظلم والفساد هيختفوا من البشرية باستثناء بعض الحاجات الصغيرة طبعا إن شاء الله. يبقى هنا نبدأ بقى واحدة واحدة مع بعض كده. قال لي كان العالم قبل مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعم فيه الظلم والفساد بين جميع الأجناس، وكانت بتكثر فيه العبادات البعيدة عن عبادة ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا هنعرف ده كله بالتفصيل مع بعض. تعال نشوف ايه الدول اللي كانت موجودة على الخريطة وايه الدول بمعنى أصح اللي كانت مسيطرة على الساحة السياسية قبل مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لي كان معايا عدة دول، وطبعا الدول دي كان ما بينها تنافس والإسلام هيتنافس معاها فيما بعد، بس احنا مش عايزين نسبق لك الأحداث وناخدك خطوة بخطوة عشان نحسسك بالمتعة بتاع التاريخ. رقم واحد قال لي هنا دولة الروم. دولة الروم هنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي دولة الروم اعترفت بالديانة المسيحية دين رسمي البلاد. يبقى دولة الروم الديانة بتاعتها كانت بتدين بإيه؟ قال لي يا مستر كانت بتدين بالديانة المسيحية. كلام جميل. طيب احتلت إيه؟ هنطلع بقى واحدة واحدة معانا كده عشان الخريطة. قال لي احتلت مصر وبلاد الشام. آدي بلاد الشام وادي مصر. كلام كويس. ننزل بقى سنة مع بعض تاني. طيب يبقى أول دولة خدناها في وجودنا دولة الروم. مالها دولة الروم؟ قال لي اعترفت بالمسيحية دين رسمي البلاد. يبقى ديانة دولة الروم كانت الديانة المسيحية. رقم اثنين قال لي احتلت مصر وبلاد الشام، وده دليل على كبر الدولة وقوة الدولة الروم في وقتها. رقم اثنين قال لي دولة الفرس. طيب دولة الفرس كثرت فيها العبادات الوثنية، يبقى كانت كتيرة فيها العبادات الوثنية. هتيجي تقول لي يا مستر ايه هي العبادات الوثنية؟ زي كانوا بيعبدوا الأصنام. معلومة ليك انت كده على جنب كمان طبعا لازم اقولها لك. قال لي كانوا بيعبدوا النار كمان. يبقى دولة الفرس ديت كانوا بيعبدوا النار وكانوا بيعبدوا الأوثان اللي هي الأصنام. طيب رقم اثنين قال لي احتلت مصر، احتلت بلاد اليمن والعراق. طيب نشوفها بقى مع بعض احنا كده واحدة واحدة. قال لي دولة الفرس اهي احتلت حاجتين، العراق ودي في شمال الجزيرة العربية، ادي الجزيرة العربية ادي شمالها. واحتلت ايه كمان؟ قال لي احتلت اليمن اللي هي موجودة تحت. يبقى هنا دولة الفرس سيطرت على مكانين اثنين، العراق واليمن. يبقى واحدة واحدة كده عشان نعمل لك مقارنة ما بين دولة الروم. قال لي كان أكبر دولتين موجودين في وقتها والتنافس كان ما بينهم، وأكبر ساحتين موجودين في وقتها دولة الروم ودولة الفرس. طب أنا عايز أعرف دي وأعرف دي. قال لي دولة الروم ديانة مسيحية احتلت مصر وبلاد الشام. يبقى الروم ديانة مسيحية كانت بتدين بالمسيحية. أما الدول اللي احتلتها قال لي احتلت مصر بلدنا طبعا وبلاد الشام. رقم اثنين قال لي دولة الفرس كثرت فيها العبادات الوثنية. قلت لك الأوثان زي الأصنام وزي النار، بس دي معلومة ليك أنت على جنب كطالب حابك تكون فاهمها.
رقم 2 قال لي احتلت بلاد اليمن والعراق. طبعا اليمن دي في جنوب الجزيره العربيه عشان ابقى عارفها من حالا كده، ودي هحتاجها قدام ولازم هوصل لها معاك. رقم 2 قال لي العراق كانت في شمال الجزيره العربيه. يبقى جميل، اكبر دولتين موجودين مع الفرس والروم. الروم كانت ديانه مسيحيه احتلت مصر وبلاد الشام، اما الفرس كثرت فيها العبادات الوثنيه احتلت بلاد اليمن والعراق. نكمل مع بعض واحده واحده كده. ايه الدوله الثالثه يا مستر اللي كانت موجوده؟ قال لي دوله كانت موجوده اسمها الهند. طبعا كلنا عارفين الهند. قال لي كثرت فيها العبادات فكانوا يقدسون البقر والزواحف. يبقى كانوا بيعبدوا الهند دول؟ قال لي كانوا بيعبدوا البقر والزواحف، وما زالت الهند لحد حالا. طبعا احنا دي معلومه لازم كلنا نكون عارفينها او عارفينها بالطبع، ان الروم، ان دوله الهند كانت بيعبدوا البقر او بيسموها هناك عندهم العباده الهندوسيه، وما ينفعش نقول ديانه لانها الديانه دي منزل من عند الله سبحانه وتعالى. اما العباده دي بتبقى عبادات وضعيه. يعني وضعيه من وضع البشر. واحد الصبح قال لك انا هعبد بقر، زي الهند قال لك هعبد زواحف. شاف تعبان قال لك انا عايز اعبده. شاف سحليف قال لك انا عايز اعبدها. يبقى هنا معايا 3 دول، نرجع لهم بقى واحده واحده مع بعض كده. قال لي هنا دوله الروم ديانه مسيحيه مصر وبلاد الشام، اما الفرس عبادات وثنيه احتلت اليمن والعراق. نروح لرقم 3. قال لي دوله الهند طبعا كانت دوله موجوده في وقتها كثرت فيها العبادات الوثنيه وكانوا بيقدسوا البقر والزواحف. يبقى كانوا بيعبدوا البقر والزواحف، ودي حاجه معلومه او بديهيه ومعروفه عن دوله الهند طبعا. نروح بقى للي هيبقى محور دراستنا النهارده. قال لي شبه الجزيره العربيه او محور دراستنا في المنهج ان شاء الله، اللي هي طبعا اتولد فيها افضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا عايز اعرف احوال شبه الجزيره العربيه وايه اللي كان موجود فيها. قال رقم 1 قامت فيها حضارات. ايه الحضارات دي يا مستر؟ قال لي حضاره زي الحضاره الفرعونيه القديمه بتاعتنا كده بتاعت مصر. هو برضه في شبه الجزيره العربيه كان في حضارات زي ما احنا بنعتز بالحضاره الفرعونيه بتاعتنا والحضاره المصريه الخالده بقى لها فتره في التاريخ. قال لي هنا ظهرت فيها حضارات زي حضاره قوم عاد وقوم ثمود. يبقى ايه الحضارات اللي اتوجدت في شبه الجزيره العربيه؟ قال لي يا مستر قوم عاد وقوم ثمود. جميل قوي، عشان هحتاج ده كله وهسالك فيه ولازم تكون متابع معايا واحده واحده. يبقى هنا شبه الجزيره العربيه قال لي احتلت او قامت فيها حضارات زي قوم عاد وقوم ثمود. كلام كويس. قال لي ظهرت فيها ممالك ودول. هنعرف الدول وممالك مفردها مملكه. وطبعا المملكه هنا هعرف هم ليه عملوا مملكه. قال لي ممالك زي الحيره والغساسنه في الشمال. يبقى كانت الحيره والغساسنه في شمال الجزيره الايه العربيه. يبقى كان في ممالك، وممالك مفردها مملكه بيحكمها ملك، وده هنعرفها قدام. طيب ايه تاني؟ قال لي كان معايا معين وسبأ وحمير في الجنوب، في جنوب الجزيره العربيه، وتحديدا في اليمن، لان اليمن هي اللي كانت جنوب الجزيره العربيه. بعد كده نكمل. اليمن قال لي معين وسبأ وحمير في اليمن اللي هي في جنوب الجزيره العربيه. يبقى واحده واحده بقى تاني كده عشان ما حسيتش انها توهتك. قال لي شبه الجزيره العربيه كانت موجود فيها حضارات مثل حضاره قوم عاد وحضاره قوم ثمود. طيب ايه تاني؟ قال لي يا مستر كان موجود ممالك ودول. قلت لك ممالك زي مفردها مملكه زي الحيره والغساسنه في الشمال، اما في الجنوب معين وسبأ وحمير في الجنوب. كلام كويس. قال لي بقى في مدن، والمدن دي كانت فين يا مستر بالظبط؟ قال لي المدن دي كانت في الغرب. يبقى في غرب الجزيره العربيه كان في مدن. ايه هي المدن ديت؟ قال لي مكه ويثرب في الغرب. طبعا مكه مشهوره لاهميه وجود اهم مكان ديني على الارض وهو الكعبه المشرفه، ويثرب اللي اسمها فيما بعد هيتغير للمدينه النبويه لهجره الرسول صلى الله عليه وسلم اليها. يبقى واحده واحده بقى عشان ما نحسش ان احنا بنجري معاك في المنهج، ناخدها لك بقى واحده واحده. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كان معانا 4 دول يا مستر. كلام كويس. قال لي أول دولة رقم 1 دولة الروم. معايا بقى احنا قلنا احتلت ايه؟ قال لي كانت الديانة هي الديانة المسيحية. كلام كويس. احتلت ايه الروم؟ قال لي احتلت مصر وبلاد الشام، عشان لو جبت لك مقارنة. طب نروح بقى للي بعدها. قال لي دولة رقم 2 دولة الفرس. مالها بقى دولة الفرس يا حبيبي؟ خليك معايا. قال لي هنا كثرت فيها العبادات الوثنية. طيب ايه تاني؟ قال لي هنا احتلت هنا اليمن والعراق. واحدة واحدة بقى مستر عشان ما تتوهش. يبقى أنا معايا دولتين الفرس والروم. الروم ديانة مسيحية مصر وبلاد الشام.
كلام كويس. اما الفرس قال لي عبادات وثنيه اللي انا قلت لك زي الاصنام او عباده النار، واحتلت اليمن والعراق. كلام كويس. قال لي بعد كده ايه تاني؟ قال لي كان عندي دوله اسمها دوله الهند. مالها الهند؟ قال لي كانوا بيعبدوا البقر والزواحف، وكثرت فيها العبادات كتير جدا. كلام جميل. اخر حاجه انا عاوزها بقى اللي هي بتاعتنا النهارده، وهخليها في جنب كده عشان دي مهمه، شبه الجزيره العربيه. مالها بقى شبه الجزيره يا مستر؟ قال لي كان فيها حضارات. ايه الحضارات؟ قال لي زي الحضاره المصريه كنا عندها في مصر، بس انا مش عايز مصر، انا عايز شبه الجزيره. قال لي حضاره قوم عاد وقوم ثمود. جميل. طب ايه تاني يا مستر؟ قال لي فيها ممالك ودول. ايه الممالك والدول؟ قال لي في الشمال اللي هو اتجاه الشمال معاه السهم فوق اهوت، يبقى الشمال اللي هي شمال الجزيره العربيه طبعا اللي احنا بنتكلم عليها واحده واحده معاك كده. قال لي هنا الحيره والغساسنه، ودي في الشمال. جميل. اما الجنوب قال لي ثلاث ممالك، معين وسبأ وحمير في الجنوب. كلام جميل قوي. طيب كان في حاجه ثانيه؟ ايوه كان في، ما احنا قلنا ان كان في مدن، اشهر مدن في السعوديه طبعا او شبه الجزيره العربيه. ايه المدن؟ المدن دي كانت فين الاول؟ قال لي في الغرب، في غرب الجزيره العربيه. طيب ايه المدن اللي كانت موجوده يا مستر؟ قال لي مكه ويثرب. طبعا مكه لاهميتها الدينيه، الرسول صلى الله عليه وسلم اتولد فيها، وفيها الكعبه المشرفه، ودي اهم مكان ديني على الارض طبعا. قال لي ويثرب اللي هي فيما بعد سميت باسم المدينه المنوره لانها نورت بنور النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي. يبقى احنا هنا اول نقطه عشان ما نستعجلكش، 4 اماكن على الخريطه كانوا موجودين. دوله الروم، هنا دولة الروم مالها بقى؟ قال لي اعترفت بالمسيحية دين رسمي. جميل. مصر وبلاد الشام احتلت، يبقى الروم اعترفت بالديانة المسيحية واحتلت مصر وبلاد الشام. جميل قوي. الفرس قال لي يا مستر هنا كثرت فيها العبادات الوثنيه، كانوا بيعبدوا الاوثان اللي هي الاصنام. احتلت ايه بقى؟ قال لي اليمن والعراق. يبقى الروم مصر والشام، الفرس يمن وعراق. جميل قوي. نروح للثالثه. قال لي الهند، ودي اسهل واحده فيهم. قال لي كثرت فيها العبادات، كانوا بيعبدوا البقر والزواحف. كلام جميل قوي. بقى انا عايز كل الموضوع ده ينصب معانا او يكون محل اهتمامنا شبه الجزيره العربيه لانها محور الدراسه بتاعتنا. قال لي كان فيها حضارات زي حضاره قوم عاد وحضاره قوم ثمود. طب ايه تاني؟ قال لي كان فيها ممالك. مو ممالك قلت لك مفردها مملكه، يبقى مملكه بيحكمها ملك. ايه الممالك اللي كانت موجوده؟ قال لي في الشمال الجزيره العربيه، قال لي موجود معاها الحيره والغساسنه، دول في الشمال. جميل. قال لي امال في الجنوب 3 ممالك، معين وسبأ وحمير. يبقى كان في 3 ممالك، معين وسبأ وحمير في الجنوب. امال في الشمال 2، حيره وغساسنه، دي في شبه الجزيره العربيه. طب في حاجه ثانيه؟ ايوه كان في المدينتين اللي قلت لك عليهم مهمين، اللي هو مكه لانها مهمه لان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتولد فيها، ويثرب. يبقى احنا هنا خلصنا من اول جزئيه بالراحه. نرجع بقى للي احنا عايزينه تاني واحده واحده. قال لي اهو بسم الله الرحمن الرحيم، واحده واحده كده معانا عشان نقدر نوصلك للي انت عايزه. ايه هو يا مستر؟ هقول لك. قال لي اول حاجه كان معايا 4 دول، دوله الفرس، يمن وعراق. ايه هي احتلت بلاد اليمن والعراق. جميل. قال لي دوله الروم اهيت الامبراطوريه الرومانيه. قال لي الروم احتلت الشام ومصر، مصر والشام، وده دليل على انهم كبار. الهند كثرت فيها العبادات فكانوا يقدسون البقر والزواحف. جميل. اخر واحده شبه الجزيره الايه العربيه اللي هتكون محل اهتمامنا النهارده. قال لي شبه الجزيره العربيه قامت فيها حضارات زي حضاره قوم عاد وحضاره قوم ثمود. فيها ايه تاني؟ ممالك في الشمال. قال لي الحيره والغساسنه، ودول موجودين في الشمال. معين وسبأ وحمير في الجنوب. يبقى النظام الملكي، والسؤال ده مهم وهيقابلك كتير، النظام الملكي كان موجود فين؟ في الشمال والجنوب. ليه؟ لوجود الممالك، ممالك شبه الجزيره العربيه. طيب ظهر بقى مدن في الغرب، قال لي مكه ويثرب. طيب كده اظن الجزئيه معانا مفهومه، وهرجع اسالك فيها، لازم تكون مكمل معايا واحده واحده كده. يلا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع نكمل اللي احنا كنا بنقوله. احوال العالم بقى قبل ظهور الاسلام. قال لي طبعا العالم قبل ظهور الاسلام كان له احوال، هناخد احوال دينيه، الاحوال الثقافيه، كل الكلام ده واحده واحده معاك. نبدا بقى في واحده واحده كده.
بسم الله، عشان انت بس تبقى واضحه بالنسبه لك، واحده واحده كده. يلا، ايه الحياه الدينيه؟ عاوز اعرف الاديان اللي كانت في شبه الجزيره العربيه كانت موجوده ازاي؟ كانت بتعمل ايه؟ كانوا بيعبدوا ايه؟ قال لي طبعا كانت شبه الجزيره العربيه مهدا لكثير من الانبياء. يبقى شبه الجزيره العربيه كان فيها انبياء كتير. طيب دلل لي على كده، هات لي دليل انها كانت مهد لكثير من الانبياء. قال لي كان فيها انبياء مثل سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب وسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل عليهم السلام. طيب يبقى تعال نشوفهم مع بعض كده. قلنا سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا شعيب، سيدنا ابراهيم، وسيدنا اسماعيل، وايه ووالده النبي ابراهيم عليهم السلام. طيب كل الانبياء ديت قاعده لازم تكون ثابته عندك. كل الانبياء اللي ربنا ارسلهم سبحانه وتعالى ارسلهم بالتوحيد، ان الله واحد لا شريك له. طبعا واحنا كمسلمين بنقول الكلام ده. طيب نكمل. وكلنا بنحترم كل الاديان وكل الديانات السماويه اللي نزلت، وبنؤمن بكل الانبياء سواء سيدنا موسى او سيدنا عيسى عليهم السلام. طيب قال لي كانت شبه الجزيره العربيه مهدا لكثير من الانبياء زي سيدنا هود، سيدنا صالح، يلا واحده واحده معايا كده، شعيب، سيدنا ابراهيم، وسيدنا اسماعيل. جميل. ما النتائج بقى اللي ترتبت ان في انبياء كتير جم بالشكل ده؟ قال لي عرف اهل مكه التوحيد والايمان بالله قبل عباده الاصنام. اهل مكه عرفوا التوحيد والايمان بالله. ليه؟ ما انا لسه قايل لك ان كل الانبياء بتيجي بالتوحيد، ان الله واحد لا شريك له. جميل. يبقى ما النتائج اللي ترتبت ان كل الانبياء دي موجوده عندي هنا؟ قال لي النتائج اللي ترتبت على كده طبعا عرف اهل مكه وقتها التوحيد والايمان بالله. يبقى الحياه الدينيه نختصرها بالراحه واحده واحده. قال لي كانت شبه الجزيره العربيه مهدا لكثير من الانبياء زي سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا شعيب، سيدنا ابراهيم، سيدنا اسماعيل. ما النتائج اللي ترتبت ان كل الانبياء دي جت؟ قال لي عرف اهل مكه التوحيد والايمان بالله عز وجل. طيب في سؤال تاني نتنقل للجزئيه اللي بعدها، وهسالك بقى سؤال هنا عشان تكون اشوفك متابع معايا ولا لا. تعددت يعني كترت الديانات والعبادات في شبه الجزيره العربيه. دلل، لازم تجيب لي دليل انت كطالب، والسؤال ده هيواجهك كتير في اول درس. الديانات والعبادات تعددت؟ ايوه تعددت. قال لي كان عندي الديانه الحنيفيه عباده الاصنام، واليهوديه والمسيحيه. يبقى هنا ايه الديانات والعبادات اللي كانت موجوده في الوقت ده؟ قال لي 4: الحنيفيه وعباده الاصنام، ودي عباده مش ديانه. اما ديانه سيدنا موسى وسيدنا عيسى، وهنتكلم عنهم واحده واحده. طيب نبدا بقى واحده واحده كده. قال لي هنا الحنيفيه. ايه هي الحنيفيه ديت؟ قال لي عباده الله واحد على دين سيدنا ابراهيم. يبقى الحنيفيه دي كانت ديانه سيدنا مين؟ ابراهيم عليه السلام. وطبعا بقي القليل على الحنيفيه ديت بعد ما انتشرت عباده الاصنام. فيما بعد انتشرت عباده الاصنام، تنت الناس برضه على الديانه الحنيفيه اللي هي ديانه سيدنا ابراهيم عليه السلام. يبقى اول ديانه عشان نعرف انها تعددت او كترت: 1 2 3 4. رقم 1 الحنيفيه. ايه هي الحنيفيه؟ عباده الله واحد على دين سيدنا ابراهيم، عباده الله واحد لا شريك له على دين سيدنا ابراهيم. وطبعا بعد ما انتشرت الاصنام تنت برضو ناس على الديانه الحنيفيه. جميل. رقم 2 قال لي عباده الاصنام. وليه احنا بنقول عباده؟ طبعا لان عباده لانها من وضع البشر، البشر هم اللي عبدوا الكلام ده، انما ربنا سبحانه وتعالى ارسل انبياءه بالتوحيد. يبقى عباده الاصنام عرفوها مع مرور الزمن، مع الوقت كده عرفوا، كل واحد مش عارف اخترع له حته صخره بصنم قال لك هعبده، ده عبد ده، وكل واحد قاعد يالف قصه للصنم بتاعه وان هو اللي موجود. يبقى عرفوها مع مرور الزمن، وكل قبيله كان لها صنم بتعبده. رقم 3 قال لي اليهوديه، طبعا دين سيدنا موسى عليه السلام كليم الله. والمسيحيه رقم 4 قال لي هي ديانه سيدنا عيسى عليه السلام. ودول ركز معايا، دول انتشروا في اجزاء قليله ولا كتير؟ قال لي قليله يا مستر. يبقى تاني نرجع بقى واحده واحده كده. تعددت الديانات والعبادات في شبه الجزيره العربيه؟ ايوه تعددت. عد معايا كده بقى واحده واحده. رقم 1 الديانه الحنيفيه، 2 عباده الاصنام، 3 ما تبصش للكاميرا خليك معايا وما تبصش للشاشه. رقم 3 ديانه سيدنا موسى وديانه سيدنا عيسى. نشوفهم بقى مع بعض واحده واحده كده. الحنيفيه هي عباده الله واحد لا شريك له على دين سيدنا ابراهيم عليه السلام. وطبعا الناس استنتها على الديانه الحنيفيه لحد ما الاصنام ظهرت قدام شويه. رقم 2 قال لي هنا عباده الاصنام، ودول عرفوها مع قبائل، طبعا القبائل اللي كانت موجوده في وقتها عرفوها مع مرور الزمن، وكل قبيله خدت لها صنم تعبده. رقم 3 يا عم قال لي هنا اليهوديه.
معايا يا حبيبي؟ قال لي اليهوديه هي ديانه سيدنا موسى عليه السلام، والمسيحيه ديانه سيدنا عيسى عليه السلام. طبعا ودول انتشروا في اجزاء قليله من الجزيره العربيه. يبقى اما اجي اقول لك تعداد الديانات اقول الحنيفيه عباده الاصنام، يهوديه ومسيحيه. طيب في حاجه صعبه كده؟ لا طبعا، لازم مش هيكون عندك حاجه صعبه، وباذن الله الماده هتكون فيها اعلى درجه. وطبعا عايز اقول لك على حاجه، ان ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك وهيزود حسناتك، هتزيد طبعا لانك بتستمع لمنهج ديني وهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. زي ما كنا بندرس في سنه اولى مجيء سيدنا عيسى بالمسيحيه، وطبعا درسنا كل الكلام ده ورحله سيدنا عيسى والرحله المقدسه بتاعته، العائله المقدسه الى مصر. طبعا السنه دي بندرس التاريخ الاسلامي واحوال العالم قبل مجيء سيدنا محمد. طيب احنا خلصنا الحياه الدينيه. ليه؟ قلنا كان عندهم توحيد في الحياه الدينيه، وعرفوا التوحيد والايمان بالله، لان كان عندهم سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا اسماعيل وسيدنا ابراهيم وسيدنا شعيب، فعرفوا التوحيد والايمان بالله. خدنا سؤال تاني اللي هو ايه يا مستر؟ قال لي تعددت الديانات والعبادات في شبه الجزيره العربيه، حنفيه، اصنام، يهوديه، مسيحيه. كلام جميل. نروح بعد كده بقى للحياه السياسيه. هيجي واحد يقول لي يعني ايه الحياه السياسيه يا مستر؟ انظمه الحكم، انظمه الحكم في الدول. طبعا الناس ديت في شبه الجزيره العربيه كان اغلبهم عايشين في الصحراء، قبائل صحراويه زي ما الصوره ممكن تكون ظاهره لك كده. الناس دي عايشه في خيم، واغلب الحياه بتاعتهم موجوده في الصحراء لحرف كتيره ولاسباب كتيره هنقولها واحده واحده. يبقى طيب النظام اللي كانوا بيعبدوه، طبعا يعني ايه نظام؟ نظام سياسي يعني نظام الحكم اللي بتتحكمه. يعني احنا كمصر طبعا احنا على النظام الجمهوري، وعندنا بيبقى رئيس جمهوريه منتخب كل فتره من الزمن، هو الرئيس اللي موجود بتاعنا. طيب النظام القبلي، قال لي كان النظام القبلي هو النظام السائد. يعني ايه السائد يا مستر؟ المنتشر في شبه الجزيره العربيه. اقول لك ايه النظام اللي كان منتشر في شبه الجزيره العربيه؟ تقول النظام القبلي او القبلي. يبقى هنا ما ينفعش تقول قبلي، النظام القبلي. طيب ايه النظام القبلي ده؟ قال لي شبه الجزيره العربيه. معايا كده انا هستخدم الجزئيه دي عشان افهمها لك. شبه الجزيره العربيه كانت مقسمه لقبائل. واحد يقول يعني ايه القبائل ديت؟ اقول لك القبائل دي كانت مجموعه من الافراد تجمعهم صفات مشتركه. زي ايه الصفات المشتركه؟ ان كلهم من نفس النسب او من نفس العيله، تربطهم القرابه ببعض. يبقى القبيله دي نقدر نقول كانت بمعنى عيله كبيره ربط الناس ببعضها، وقرايب، وفي ما بينهم نسب، وفي ما بينهم اخوه واولاد عم والكلام ده كله. يبقى القبيله ديت كانت، او النظام القبلي ده كان موجود في شبه الجزيره العربيه، وكان بيغلب على شبه الجزيره العربيه النظام القبلي. ليه؟ قال لي تعال نشوف بقى الموضوع ده. ساد النظام. ليه النظام ساد وانتشر في شبه الجزيره العربيه وكان النظام القبلي؟ قال لي لانها كانت عباره عن قبائل متفرقه، قبائل كل قبيله في مكان، وفي ناس قبائل متجمعه وفي قبائل متفرقه. يبقى كانت قبائل متفرقه، لكل قبيله شيخ بيحكمها. يعني ايه شيخ دي؟ شيخ بدقن؟ لا طبعا، شيخ يعني راجل كبير في السن، كبير السن في القبيله، اكبر واحد فيهم طبعا، واعقلهم طبعا كان هو اللي بيبقى شيخ القبيله في الوقت ده. طب شيخ القبيله طبعا هو اللي بيحدد حقوق واجبات كل فرد، زي طبعا والدنا في البيت كده او ولي امرنا في البيت، هو اللي بيحدد حقوقك ايه، ليك حقوق بتاخدها وعليك واجبات بتاخدها بتعملها. قال لي هنا ساد النظام القبلي في شبه الجزيره العربيه. ليه ساد النظام القبلي؟ قال لي يا مستر لانها كانت عباره عن قبائل متفرقه، لكل قبيله شيخ بيحكمها وقانون بيحدد حقوق وواجبات كل فرد في القبيله. يبقى تاني ايه النظام اللي كان منتشر؟ حاجه اجيب لك سؤال وعايز بقى حد شاطر يحله. ايه هو السؤال؟ واحده واحده كده عشان نمسح لك اللي احنا كتبناه. لان القبيله احنا قلنا مجموعه افراد بتجمعهم صفات ومصالح مشتركه، واغلبهم قرايب لبعض. طيب كلام كويس. امال ايه السؤال يا مستر؟ واللي هيحله طبعا شاطر ومتابع معانا من اول ما شرحنا. ايه هو السؤال؟ طبعا هناخدك فيه واحده واحده كده. طيب النظام أرجو إن هو يكون طبعا واضح معاكم قدامكم. النظام السائد أو المنتشر بمعنى السائد في شبه الجزيرة
العربيه. النظام اللي كان سائد، واجيب لك اختيارات مثلا ممكن اجيبها لك هنا، اجيبها لك اكمل، بس طبعا انا عايز اتوهك شويه واشغل التركيز بتاعك معايا واشوفك مركز ولا كنت سرحان بتعمل ايه. قال لي طبعا نفتح اقواس كده صغيره. النظام الملكي؟ لا طبعا مش الملكي. امال؟ او ممكن يكون الملكي، انت طبعا اللي هتجاوب. قال لي النظام مثلا الجمهوري؟ لا طبعا لانهم كانوا قبائل متفرقه. امال يبقى نظام ايه؟ قال لي نظام القبلي، لانها كانت عباره عن قبائل متفرقه، لكل قبيله شيخ بيحكمها وقانون بيحدد لك حقوقك وواجباتك. مين اللي بيحدد الكلام ده؟ القانون. ومين اللي بيأمر بالكلام ده؟ شيخ القبيله طبعا. يبقى هنا هنختار النظام القبلي، هو اللي كان منتشر. كلام كويس. اشهر قبيله بقى، مين اشهر قبيله في شبه الجزيره؟ اشهر قبيله وسمعت. قال لي قبيله قريش في مكه كانت اشهر قبيله. عايز تاكيد كمان انها كانت اشهر قبيله؟ اجيب لك دليل من قراننا طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. أنا عايز لحد هنا، صدق الله العظيم. يبقى هنا القرآن ذكر قبيلة قريش، وده دليل على شهرتها وإنها أشهر قبيلة في مكة. لأن طبعا طالما ذكرت في القرآن الكريم تبقى هنا محل اهتمام. وطبعا كانت أشهر قبيلة اللي هي قبيلة قريش اللي موجودة في مكة. أكد لك على كده كمان القرآن قال الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم تاني. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. صدق الله العظيم. طيب يبقى احنا نرجع نبسط لك الجزئية تاني بالراحة. قال لي هنا كان النظام ايه الموجود في شبه الجزيرة العربية؟ قال لي يا مستر كان النظام القبلي اللي احنا قلنا عليه. طيب كلام كويس. النظام القبلي اللي كان موجود ساد النظام القبلي في شبه الجزيره العربيه. يبقى النظام ايه اللي كان موجود؟ قال له النظام القبلي يا مستر. ليه؟ قلت له لانها كانت عباره عن قبائل، لكل قبيله شيخ بيحكمها وبيحدد حقوق وواجبات كل فرد فيه. كلام جميل قوي. طب انا عايز يديني مثال على قبيله كده. قال لي اشهر قبيله في الموجود ده كانت قبيله قريش في مكه. طيب نكمل واحده واحده عشان نسالك سؤال كمان ونشوفك متابع معانا ولا لا. قال لي الحاله الاقتصاديه. يبقى انا بقى اخدك بس في حاجه صغيره كده واحده واحده مع بعض. ايه هي؟ قال لي يا مستر احنا خدنا الحياه الدينيه وقلنا ان هم عرفوا التوحيد نتيجه لوجود الرسل زي سيدنا هنا صالح، سيدنا شعيب، سيدنا ابراهيم، سيدنا اسماعيل، سيدنا هود. فعرفوا التوحيد في الحياه الدينيه. تعددت الديانات او قلنا تعددت. تعددت ازاي يا مستر؟ قال لي هنا كان عندي ديانه الحنيفيه. ايه هي الحنيفيه دي يا مستر؟ انا بفكرك فيها اهو، احنا لسه واخدين. قال لي الحنيفيه دي ديانه سيدنا ابراهيم عليه السلام. جميل. امال ايه تاني؟ قال لي دي رقم واحد. اتنين الاصنام. مالها؟ كل قبيله كان لها صنم. قبيله لكل او قبيله ليها او لها صنم. رقم ثلاثة ايه يا مستر؟ قال لي كمان وانت مش مركز معايا عشان المذكرة مش موجودة والكلام مش موجود فانا بكتبه لك. اليهودية طبعا دين سيدنا عيسى عليه سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام. يبقى هنا نرجع تاني. اليهودية دي كانت دين سيدنا موسى. رقم أربعة قال لي هنا المسيحية ودي ديانة سيدنا عيسى عليهم السلام وكانت في أجزاء قليلة. جميل. نكمل بعد كده. أيوة مستر نكمل. طيب نكمل نقول إيه؟ هناخدها معاك واحدة واحدة. خدنا رقم 2 مع بعض هنا. هنرجع لده. قال لي هنا رقم 2 موجود معايا. إيه هو؟ قال لي خدنا النظام أو الحياة السياسية. الحياة السياسية دي كانت بتتكلم عن ايه؟ قال لي كان ايه النظام المنتشر؟ قلنا النظام القبلي. طيب ليه؟ لأنها كانت قبائل متفرقة، لكل قبيلة شيخ يحكم. أشهر قبيلة قبيلة ايه يا مستر؟ قلنا قبيلة قريش. وده كده اللي احنا قلناه النهارده كله. طيب نروح بقى بعد كده يا مستر لحاجة كمان. ايه هي الحاجة كمان اللي احنا هنقولها؟ النظام السياسي.
خلصناه يبقى نروح على النظام الاقتصادي. ايه الحاله الاقتصاديه؟ يعني ايه اقتصاد؟ خدها قاعده كده مني. الحاله الاقتصاديه اي حاجه بتجيب فلوس. زرعت وبعت الزرع بتاعي عشان اجيب فلوس. صنعت وبعت اللي انا صنعته، وليكن صنعت اي حاجه القلم وبعته عشان اجيب فلوس. التجاره اصلا هي عباره عن بيع وشراء، يبقى برضه فلوس. الراعي قال لي برضه بربي الاغنام او بربي الحيوانات عشان ابيعها، يبقى برضه جبت فلوس. يبقى الحاله الاقتصاديه اي مورد بيجيب لي فلوس او بيدخل فلوس للدوله او بيدخل فلوس للشخص. طيب تعال نشوف ايه بقى. قال لي مارس اهل شبه الجزيره العربيه عده انشطه. دلل. ما اقول لك دلل ان هم مارسوا انشطه كتيره. قال لي يا مستر رقم واحد الراعي كانت الحرفه السائده في الصحراء. يعني الحرفه السائده في الباديه، الباديه اللي هي الصحراء طبعا نفس المعنى. السائده المنتشره، يبقى كانت الحرفه المنتشره في الصحراء هي حرفه الراعي. وده طبعا هنعرفها فيما بعد. الرسول صلى الله عليه وسلم الاعظم في البشريه على الاطلاق وقدوتنا في دنيتنا وحياتنا كلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشتغل بحرفه الراعي من وهو طفل، وهنعرف ده قدام طبعا. يبقى هاجي اقول لك ايه الحرفه اللي كانت منتشره وسائده في الجزيره العربيه؟ هتقول لي حرفه الراعي يا مستر. كان جميل، دي رقم واحد. طب تعال نشوف رقم اثنين. قال لي الزراعه. مالها الزراعه يا مستر؟ قال لي كانت قليله. طب اشمعنى الزراعه كانت قليله؟ قال لي ندره الامطار. يعني ندره الامطار، الامطار كانت قليله فما فيش ميه يعتمدوا عليها في الزراعه، فبالتالي الزراعه كانت قليله. يبقى تاني الحاله الاقتصاديه. قال لي رقم واحد الراعي. ماله الراعي بقى يا مستر؟ قال لي كانت الحرفه السائده في الصحراء هي الحرفه اللي كانت موجوده في الصحراء ومنتشره. طيب رقم اثنين قلنا الزراعه. الزراعه برضه او هنا الزراعه عكسها كانت قليله. طب الزراعه قليله ليه يا مستر؟ هتقول لي عشان الامطار كانت قليله. يبقى كانت الزراعه قليله لندره الامطار. تعال نشوف الصناعه. طبعا يبقى انا الراعي ببيع الحيوانات بتاعتي عشان اجيب فلوس، يبقى ده اقتصادي. الزراعه بزرع وببيع عشان اجيب فلوس، يبقى ده اقتصادي برضه. يبقى الراعي كانت الحرفه السائده في الصحراء والمنتشره. رقم اثنين قال الزراعه كانت نادره او قليله بسبب قله الامطار او ندره الامطار. طيب رقم ثلاثة الصناعة يا مستر. قال لي صنعوا السيوف وصنعوا الرماح. وده طبيعة. اشمعنى السيوف والرماح بالذات؟ طبعا طبيعة العرب في وقتها كانت حروبهم كتيرة مع بعض. الحروب كانت كتيرة، وطبعا ده صنعوا من خلاله السيوف والرماح عشان يقدروا يواصلوا الحرب. وده طبعا هيبان فيما بعد في الغزوات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم هياخدها ضد المشركين. رقم أربعة التجارة، وده أهم واحدة. مهمة ليه؟ قال لي لأن أهل مكة كان لهم مكانة تجارية متميزة. يبقى أنا بقى واحدة واحدة كده امسح لك اللي أنا كتبته ده عشان تبقى حاسس إن أنت معايا ومفيش حاجة مشتتاك. إيه هو يا مستر اللي إحنا هنقوله؟ أقول لك. قال لي المكانة التجارية أو التجارة كانت لأهل مكة مكانة تجارية متميزة جدا. ليه يا مستر كانت مكانة تجارية متميزة؟ قال لي تعال ناخدها بقى سؤال بما تفسر معاك. بما تفسر مكانة أهل مكة التجارية المتميزة. ليه؟ قال لي لأنهم نظموا رحلتين اتنين، يعني رحلات تجارية، قوافل تجارية زي اللي في الصورة كده. كانوا بيحملهم الدواب بتاعتهم بالبضائع بتاعتهم ويتجهوا إلى فين؟ قال لي بيتجهوا المنطقتين هم رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن. طبعا واليمن دي في جنوب الجزيرة العربية عشان تبقى ملاحظ معايا. رقم اثنين قال لي رحلة الصيف إلى بلاد الشام، والشام طبعا في الشمال. شين يبقى في الشمال. يبقى تاني مكانة أهل مكة التجارية المتميزة. قال رقم واحد قاموا بتنظيم رحلتين مهمين جدا جدا. هم إيه؟ رحلة الشتاء إلى رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن، ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. لما أجي أقول لك بما تفسر أهمية مكانة مكة التجارية. مكة كانت لها شهرة في العالم تجارية. ليه؟ قال لي هنا مستر لأنهم نظموا رحلتين تجاريتين، رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. أجيب لك دليل أكتر نجيبه، وأنا ده اللي هعودك عشان أثبت لك المعلومة. طبعا القرآن برضه ومعلومتنا من القرآن لأنه دستورنا في الحياة كمسلمين. إيه هو؟ القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يا مستر يبقى الشتاء والصيف القرآن جابها والإسلام ذكرها. يبقى هنا قال لي بسم الله الرحمن الرحيم تاني لإيلاف قريش اللي هي كانت قبيلة قريش المشهورة وأشهر قبيلة. أمال إيه كمان؟ قال لي نظموا رحلتين تجاريتين، رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام. هات لي دليل لإيلاف قريش القبيلة. أما نكمل بقية الآيات إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. صدق الله العظيم. يبقى هنا القرآن برضو ذكر رحلة الشتاء ورحلة الصيف. طيب يبقى كده احنا فهمنا. ايوه طبعا لازم نكون فهمنا.
ده احنا بنديك حاجه كده عن الرسول صلى الله عليه وسلم وشبه الجزيره العربيه. قال لي الحاله الاقتصاديه، مارسوا حاجات. ايوه مارسوا. ايه يا مستر؟ تعال نعد مع بعض. الراعي كانت الحرفه المنتشره والسائده في الصحراء كلها هنا. رقم 2 قال لي الزراعه، يبقى الراعي راعي الحيوانات او راعي الاغنام كان منتشره جدا في الصحراء. رقم 2 قال لي الزراعه، كانت برضو الزراعه قليله بسبب ندره الامطار. ركز معايا انا شايفك مش مركز. رقم 3 قال لي هنا الصناعه، طبعا صناعتهم كانت قليله شويه فصنعوا السيوف والرماح. رقم 4 قال لي هنا المكانه التجاريه، التجاره، ومكه كانت متميزه جدا في التجاره، وعايزك تركز على ده شويه. ليه بقى يا مستر؟ قال لي لانهم نظموا رحلتين، رحله الشتاء الى بلاد اليمن ورحله الصيف الى بلاد الشام. كلام جميل، كلام جميل. واحده واحده كده نكمل مع بعض. يبقى احنا كده خلصنا الحاله الاقتصاديه اللي هم بيجيبوا فلوس، نعيدهم بسرعه تاني. زراعه وراعي وصناعه وتجاره. الراعي الحرفه السائده، الزراعه كانت قليله بسبب قله الامطار. رقم 3 مستر قال لي الصناعه، كانت هنا صناعه السيوف والرماح. رقم 4 قال لي التجاره، وكان لاهل مكه مكانه تجاريه متميزه. اشمعنى؟ هتقول لي لانهم نظموا رحلتين تجاريتين، رحله الشتاء الى بلاد اليمن ورحله الصيف الى بلاد الشام. وده شكل تخيلي لرحلاتهم التجاريه، وان هم كانوا بيحملوا البضائع بتاعتهم على الدواب مثل الجمال والخيول. اخر حاجه عندنا، او مش الاخر قوي، الحاله الثقافيه. الناس دي طريقه تفكيرهم كانت عامله ازاي؟ بيفكروا ازاي؟ الثقافه بتاعتهم، التعليم، الكلام ده كله. قال لي العرب دول اشتهروا بالشعر والخطابه، كانوا شاطرين جدا في الشعر. الناس دي بلغت براعتهم في الشعر لدرجه كبيره جدا، لدرجه ان هم كان ممكن يرتجل الشعر كده ويقول. طبعا انت ممكن تقعد تحفظ ابيات الشعر كده لو عندك حفظ لهم، وتحفظ وتنسى وترجع تاني. قال لك لا، دول بقى كانوا مشتهرين بالشعر جدا، والخطابه كمان، انه يقول لك خطب ويقنعك بكل حاجه. الشعر كانوا اكتر حاجه متميزين فيه، لانه انا بقول لك كان عنده قدره، او الشعراء كان عندهم قدره للارتجال الشعر قدامك. طيب ايه كمان؟ قال لي اشهر شاعر عندهم، طبعا هم عندهم شعراء كتير بس احنا بناخد الاشهر بالنسبه لهم، واحد اسمه النابغه الذبياني. يبقى تاني قال لي الحاله الثقافيه، طريقه تفكيرهم وتعليمهم. قال لي اشتهروا بالشعر والخطابه، كانوا مشهورين جدا بالشعر. ايه كمان؟ قال لي هنا اشهر شاعر عندهم اللي هو النابغه الذبياني. كلام جميل قوي. طيب قال لي بقى ركز معايا كده، الاسواق عندهم في شبه الجزيره العربيه لم تكن للتجاره فقط. اهي لم تكن اهيت، والتجاره فقط. يعني الاسواق ما كانتش للتجاره فقط. هو ايه التجاره؟ البيع والشراء. الاسواق يا مستر ده هو معروف، الاسواق بيع وشراء. قال لك لا، الاسواق كانت عندهم لهم اهميه كمان، ودي مهمه جدا. ايه هي بقى؟ قال لي كانت ميدان لتنافس الشعراء والخطباء. يعني يا مستر مش فاهم يعني ايه ميدان لتنافس الشعراء والخطباء دي؟ احنا عارفين هو سوق يبقى بيع وشراء، تجاره. لا، قال لك الاسواق كانت عندهم لها مهمه كمان. ايه هي بقى؟ قال لي كانت ميدان. يعني ميدان مكان لتنافس الشعراء، كانوا بيقعدوا في الخيام بتاعتهم كده ويقعدوا بقى يتفاخروا ويتعالوا مين اللي بيقول شعر عن الثاني. بمعنى اصح كده الناس ديت بتعلم على بعض بالشعر. بمعنى ادق تاني، كل واحد بيوصل لبدا براعته ويوصل لك قد ايه هو بارع في الشعر بتاعه. فكانوا بيتفاخروا على بعض هنا ان هم مين اقوى في الشعر. يبقى تاني واحده واحده هنا كده. قال العرب اشتهروا بالشعر والخطابه. كلام جميل، صح. طب مين اشهر شعر عندهم؟ قال لي واحد اسمه النابغه الذبياني. كلام جميل يا مستر. بما تفسر بقى، الاسواق عندهم ما كانتش للتجاره فقط اهي. طب ليه ما كانتش للتجاره فقط الاسواق؟ قال لي كانت الاسواق عندهم لها اهميه كمان غير التجاره. ايوه لسه بقول لك عليها. ايه هي بقى؟ كانت مكان لتنافس الشعراء والخطباء، يقعدوا كده مع بعض والناس تتلم حواليهم ونشوف مين اللي بيقول شعر اكتر. يلا بقى نشوف مين اللي هيعلي على الثاني. طبعا زي ما هو جايب في الصوره كده، تحس ان هم خيامه هيت موجوده، وطبعا هم قاعدين ويتفاخروا ويتعالوا على بعض مين يقول الشعر اكتر. يبقى تاني بقى السؤال ده مهم. لم تكن الاسواق عند في شبه الجزيره العربيه ميدان او مكان للتجاره فقط. ليه؟ هتقول لي لانها كانت ميدان لتنافس الشعراء والخطباء. طيب عاوز اعرف ايه اشهر الاسواق. زي ما انا اقول لك مثلا ايه اشهر الاسواق عندك، هتقول له والله احنا عندنا كذا كذا. لا، تعال نشوف الاسواق اللي كانت عندهم في شبه الجزيره العربيه. قال لي سوقي 2، سوق عكاظ وسوق ذي المجاز. يبقى هم كان عندهم اشهر اسواق بيتجمعوا فيها او مشهوره بالنسبه لهم. ايه هو يا مستر؟ عكاظ وذي المجاز. ودول كانوا بيتجمعوا فيهم للبيع والشراء وللتنافس ما بين الشعراء والخطباء. كلام جميل. يبقى هديها لك تاني. العرب اشتهروا الحاله الثقافيه بتاعت العرب اشتهروا بالشعر والخطباء. ايوه صح. مين اشهر شعر عندهم؟ قال لي النابغه الذبياني. طب الاسواق عندهم؟ قال لي ما كانتش بتقتصر على التجاره فقط. ليه؟ قال لي كانت ميدان لتنافس الشعراء والخطباء.
طيب اشهر الاسواق اللي موجوده عندهم، قال لي سوقين اتنين هم يا مستر، قال لي سوق عكاظ وذي المجاز. اتمنى من حضراتكم تكونوا فاهمين ومتابعين معايا. طيب بعد كده نروح للحياه الاجتماعيه، المجتمع نفسه حياتهم كانت عامله ازاي، مين راح مين جه، مين مكانته الاجتماعيه، مين الناس الاعلى مين الناس الاقل، الكلام ده كله. قال لي هنا اول حاجه كده طبعا النساء، لان لهم دور كبير، امهاتنا طبعا وامهاتنا في الاسلام. قال لي كان لهم مكانه عاليه جدا، يعني الاسلام كان بيقدر دور المراه. ايوه هحتاج ده واقارن لك عليها قدام. قال لي مثل السيده خديجه رضي الله عنها ام المؤمنين وزوجة الرسول، هنا زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وام اولاد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا اشهر السادات اللي كانت موجوده السيده خديجه رضي الله عنها. طيب قال لي المجتمع طبعا الحياه الاجتماعيه بقى، انا عايز اعرف المجتمع، لما اجي اقول لك حال المجتمع تقول لي المجتمع متقسم مثلا لاغنياء وفقراء. طيب انا مش عايز دي. قال لي هنا المجتمع كان مقسم الى بدو وحضر. ايه البدو والحضر ده يا مستر؟ قال لي البدو دول الناس اللي عايشين في الصحراء، حياه تنقل وترحال من مكان لمكان لمكان عشان الاغنام بتاعتهم. امال ايه الحضر؟ الحضر دول الناس اللي سكنوا المدن. طيب تعال نشوفها بقى مع بعض كده. قال لي البدو دول سكان الصحراء او الباديه. امال مين الحضر؟ قال لي السكان بتوع المدن. يبقى تاني واحده واحده كده، المجتمع كان مقسم لايه؟ قال لي مقسم لاثنين، بدو وحضر. البدو دول في الصحراء، سكنوا الصحراء في القبائل اللي كانت عايشه في الصحراء، اما المدن سكن فيها اللي يطلق عليهم مسمى الحضر. يبقى الحضر سكنوا المدن، اما البدو سكنوا الصحراء. طيب مين السيدات اللي كان لهم او النساء اللي كان لهم مكانه في المجتمع؟ ركز معاك قبل الاسلام. قبل الاسلام، قبل ما الاسلام يجي، السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين. طيب قال لي بقى سؤال كمان كده، ايه هو؟ اتصف العرب قبل الاسلام ببعض الاخلاق. ايه هي الاخلاق؟ طبعا اي حد او اي بشر لهم اخلاق. طبعا هنا عايزين نعرف اخلاق العرب قبل ما يجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما اقول لك دلل كان العرب بعض الاخلاق التي اتصفوا بيها، تقول لي عندهم صفات حميده، دي كويسه. الحميده دي اللي هي كويسه، ما اجي احمد فيك، احمد يعني امدح فيك واقول لك كلام حلو، يبقى انا كده بقول لك كلام كويس، يبقى دي صفات حميده. طيب رقم اثنين، قال لي العادات السيئه، الحاجات الوحشه طبعا اللي كانت. وطبعا احنا كبشر فينا الخير والشر، فينا الحلو والوحش، بس طبعا انت كبني ادم اتربيت على قاعده كويسه، لازم تخلي الخير بتاعك بيغلب عن الشر، او الحلو اللي فيك بيغلب عن الوحش اللي فيك طبعا، لان ربنا سبحانه وتعالى هيجازيك على ده خير طبعا. قال لي هنا العرب اتصفوا ببعض الاخلاق، ومنها ايه هي يا مستر؟ قال لي صفات الحميد. تعال نشوف كده، الشجاعه والكرم. الناس دي كانوا شجعان جدا، ده احنا هناخد عظماء في التاريخ الاسلامي بدايه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه بتوعه، سيدنا ابو بكر الصديق، سيدنا عمر الفاروق وهنتكلم عنه بالتفصيل، سيدنا عثمان بن عفان ذي النورين، سيدنا علي بن ابي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم واول من اسلم من الصبيه، وهنعرف ده قدام، سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، عظماء الاسلام طبعا كانوا كلهم بيتميزوا بالشجاعه، الكرم. طبعا كانوا كرماء جدا. ازاي انت مثلا راح وعزموك ولا اذبح جمل واعزم الناس واكل وخرفاء، يعني كان الكرم عندهم لابسط حاجه ممكن تتخيلها واكبر حاجه ممكن تتخيلها. رقم اثنين الصبر. طبعا الصبر ده صفه مهمه جدا لكل بني ادم ولكل بشر، وكان طبعا من اهم الصفات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم تحلى بها وهي الصبر. طبعا احنا هنا ما بنصبرش، احنا عايزين نخلص الفيديو مستر واحده واحده بس معايا. قال لي حمايه الجار. طبعا كنا بنحمي الجار بتاعنا ونسال عليه ونشوفه، مش حالا نجري مثلا ورا بعض ما ينفعش. حمايه الجار دي كانت من الصفات الحميده عند العرب قبل ما جه الاسلام. رقم اربعه العفو عند المقدره. ايه العفو عند المقدره ده مستر؟ وليكن مثلا في واحد ضربك وخدك مثلا، ضربك كده مره على اخوانه، او انت ما كنتش متوقع انه هيضربك، وانت جيت عاوز ترد له الضربه وخلاص رايح تضربه واتمكنت منه، وقمت جاي مسامحه وقلت له انا مسامحك وسبته، يبقى ده بيسموها العفو عند المقدره. وطبعا الصفه ديت ما بيتحلاش بها الا عدد قليل، طبعا من كظم غيظه والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس. طبعا ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالعفو عند المقدره عند لعدم حدوث المشاكل. يبقى هنا القاظمين الغيظ، ركز بقى، انت كظمت الغيظ بتاعك والزعل بتاعك وعافيت عنه، دي طبعا كانت من الصفات الحميده والجميله والكويسه. طيب ايه كمان يا مستر؟ الوفاء بالعهد. يعني الوفاء بالعهد، انا قلت لك مثلا هعمل كذا يبقى هعمله،
هوفي بالعهد بتاعي معاك لحد اخر نفس انا ممكن تطلعه، يبقى انا ملتزم بوفاء العهد. يبقى الصفات الحميده كلام كويس كله. ايه هي بقى؟ شجاعه، كرم، صبر. يبقى الشجاعه والكرم، صبر. ايه كمان؟ حمايه الجار، بتحميه وتخلي بالك منه وتسال عليه. العفو عند المقدره، انك تعفو برغم انك قادر تموت اللي قدامك او برغم انك قادر تاذيه. الوفاء بالعهد، طبعا ان احنا هنوفي معاكم بعهدنا ان شاء الله، وهنجيب لك الماده ديت بالنسبه لك هتكون اعلى ماده في درجاتها وتقفيلاتها. احنا مش هنجيب نجاح بس، احنا النجاح احنا بنعدي النجاح. ايه هو النجاح؟ انك تكون طب في الماده، وده طبعا مش كلام، وده هتعيشه، والطلبه اللي بتشوفني وبتعرفني ومتابعاني عارفه الكلام ده طبعا. نكمل بقى الوفاء بالعهد. فاحنا هنوعدك بتقفيل الماده واعلى درجات في الماده هنوصل لها ان شاء الله. يبقى نبعد بقى عن الموضوع تاني. شجاعه وكرم، صبر، حمايه جار، عفو عند المقدره. قال لي رقم 5 هنا الوفاء بالعهد. تعالوا بقى نشوف العادات السيئه، الحاجات الوحشه بتاعته. قال لي يا مستر وأد البنات. ايه وأد البنات ده يا مستر؟ قال لي وأد البنات يعني دفن البنات احياء. طيب ليه دفن البنات احياء؟ هم العرب ما كانوش بيحبوا البنات يا استاذ. كله يا مستر كله هنا دفن بناته وموتهم؟ لا، المعظم، معظم، او بمعنى صح بعضهم دفنهم وبعضهم لا. طبعا ليه؟ لان احنا خدنا فوق كده لسه ما بعدناش عن ان السيده خديجه كانت موجوده قبل الاسلام. طب ما انت يا مستر بتقول لي عملوا وأد البنات يعني دفنوا البنات. ما انا قلت لك مش الكل، في ناس طبعا كانت بتدفن عيالها وبتموتها او بتوئدها، وفي ناس لا. يبقى اللي انا عايز اوصل له ان مش الكل عمل كده. يعني طب ليه يا مستر؟ انا عايز والنبي فهمني الحته دي مثلا يا مستر عشان افهم. يعني ايه دفن البنات احياء؟ هم ما كانوش بيحبوا البنات، وبمعنى اصح تاني كانوا حروبهم كتير، بيحاربوا مع بعض كتير، فكانت القبائل بتغير على بعضها او بتحارب بعضها او بتهاجم بعضها. فطبعا لما القبيله بتهجم على قبيله بتاخد بتاع الستات اللي فيها اسرى ويشغلوهم عبيد عندهم ويعذبوهم ويموتوهم. فهنا العرب كان قال لك بقى لا، ده احنا نموت البنات بتاعتنا ولا انهم يشتغلوا عبيد عند حد او خدامين عند حد. هو ده كان اعتقادهم وتفكيرهم. عشان ركز، انا بقول لك احوال العالم قبل ما يجي سيدنا لان الاسلام لما يجي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبعث رسول هيحرم قتل النفس. وطبعا العاده ده هتتوقف بمجيء الاسلام ومجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لان ازهاق الروح هنا من الكبائر ما ينفعش اعملها. طيب يبقى وأد البنات اللي هي دفن البنات احياء. وهقول لك قصه صغيره كده عليها بس اما ارجع لها. الاخذ بالثار اللي هو الطار. ما هنا واحد قتل لي مش عارف مين. انا شفت بقى المسلسلات الصعيديه اللي بنتفرج عليها دلوقتي، مش عارف مين اللي قتلك يا ولد نقتل ابنه، مش عارف نقتل مش عارف مين. يبقى كل واحد بيرد بالطار. معنى الاخذ بالثار اللي هو الطار اللي الصعايده بيتكلموا عنه، ويقول لك ده قتل اخويا يبقى انا لازم اقتله هو كمان. ده كلام كويس. رقم 3 قال لي شرب الخمر. طبعا شرب الخمر حاجه كمسلمين او الاسلام نهانا عنها، فطبعا دي كانت من الصفات السيئه جدا واللي ما ينفعش نعملها. رقم 4 لعب الميسر. هتقول لي الميسر ده مثل اقول لك القمار، انك تلعب قمار بفلوس وعلى حاجات، طبعا ده محرم في الاسلام. يبقى هنا الصفات الحميده شجاعه وكرم، صبر، حمايه جار، عفو عند مقدره، وفاء بالعهد. العادات السيئه قال لي وأد البنات. 2 اخذ بالثأر اللي هو الطار. رقم 3 شرب الخمر. رقم 4 لعب الميسر اللي هو القمار. انت قلت لنا يا مستر في قصه في وأد البنات. طبعا القصه ديت احنا اتقرت في مراجع واتقرت في كام كتاب، ومحتاج اقول لك عليها باختصار سريع كده. سيدنا عمر بن الخطاب قبل اسلامه، قبل ما يسلم، كان طبعا الكلام ده انا جايبه من مصادر ومن كتابه ومش عندك في المنهج، بس انا عشان افهمك واحده واحده. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النفس. سيدنا عمر بيحكي في الاسلام بعد كده انه كان عنده بنت، ولما جات له البنت هي كانت لسه يعني عمرها صغير، فخدها وراح يدفنها ويموتها. فهو بيحفر كده في الرمل، يعني بيحفر شويه رمل كده وعايز يحطها ويموت، فحاططها. فطبعا هو بيحفر كده، سيدنا عمر كان عنده دقن صغيره، فشويه تراب او رمل جم على دقنه، فتلقائي سيدنا عمر اللي بيحكي بعينيه بتدمع وبتبكي الحاجه هو عملها. قال لك بنته تحركت ايديها كده وهزت الدقن زي ما انا بعملها في الكاميرا قدامك كده، نفضت له بمعنى اصح هنا الرماد اللي موجود او التراب اللي موجود او الرمل اللي موجود. طبعا هنا وده كمان حته كده فيها حنيه البنات عشان على جنب طبعا معروفين بالكلام ده. طبعا سيدنا عمر بيقول لك في الوقت ده، الوقت الزمن وقف بيا، كنت عايز اخد قرار خلاص انا مش هدفنها، بس طبعا الطبيعه او الغالب كان عندهم بيعمل كده او الصفه دي كانت منتشره، فبقول لك تغلبت على اللي انا عملته وحطيتها ودفنت عليها. سيدنا عمر طبعا ندم
بعد اسلامه عن الحاجه اللي حصلت ديت. ودي كانت قصه وادي البنات بالنسبه لك. نكمل بقى كده. احنا مستر عرفنا كل حاجه عن احوال العالم وشبه الجزيره العربيه قبل مجيء الاسلام. طبعا احنا قلنا عندهم عبادات كتيره، طبعا كان عندهم اصنام وعندهم عبادات تانية، وكل واحد بيعبد حاجه. عندهم صفات سيئه اللي هي العادات السيئه زي شرب الخمر والقتل ووأد البنات ودفن البنات احياء. طبعا كان عندهم برضه عادات وصفات سيئه كتير. طيب بعد اللي انا حكيته لك ده كله، قلت لك ان كان في فرس وروم واحتلالات وبيموتوا ناس، والهند كانت بتعبد هنا الزواحف والبقر، وشبه الجزيره العربيه كانت متفرقه، ممالك في الشمال وممالك في الجنوب، واحوال العالم كانت مترديه جدا وحشه جدا. طبعا هنا انا بسالك كطالب بعيد اهوت خالص عن الدرس، العالم كان يستاهل ان سيدنا محمد يجي؟ طبعا يا مستر، ده النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، هو الأعظم في البشرية صلى الله عليه وسلم. طبعا أبخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه. طبعا بعد اللي أنا حكيته لك ده هو كله، كان لازم سيدنا محمد يجي؟ أيوة مستر كان لازم يجي. ليه يا مستر كان لازم يجي؟ السؤال ده مهم. إيه هو بقى؟ قال لي هنا يا مستر رقم 1 مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال نعملها بقى مع بعض كده واحدة واحدة. إيه هي؟ قال لي هنا بسم الله الرحمن الرحيم، العالم كان في حاجه لما جه سيدنا محمد قبل ما نروح لها. ايوه ليرشد الناس الى عباده الله وحد لا شريك له. يبقى اول اجابه هنا ان سيدنا محمد لازم يجي او لازم يبقى موجود. ايوه هي ايه بقى؟ هنا ليرشد الناس الى عباده الله واحد لا شريك له. يبقى عشان يرشد الناس لعباده الله واحد، ربنا سبحانه وتعالى بعت سيدنا محمد عشان هنا يخلينا نعبد الله سبحانه وتعالى. كلام جميل. يبقى رقم 1 كان عارف في مجيء سيدنا محمد. صح جدا كمان. ليه؟ ليرشد الناس الى عباده الله واحد لا شريك له. واحنا كمسلمين مؤمنين بكل الانبياء اللي جم قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدايه من سيدنا ادم لحد سيدنا محمد، ومرورا بسيدنا عيسى وسيدنا موسى عليه السلام وسيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين. طيب يبقى يرشد الناس الى عباده الله واحد لا شريك له. 2 يا مستر طبعا ينشر قيم العدل. طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جيب العدل، والعدل نهى الظلم اللي كان موجود، اللي كنت بقول لك في اول الدرس لو تفتكر، قال لي كان بيعم فيه الظلم والفساد. يبقى هنا سيدنا محمد لما جه عمل ايه؟ نشر العدل. رقم 2 المساواه، كل البشر واحد، الناس متساوون كاسنان المشط. شفت المشط؟ لازم يكون اسنانه تبقى واحد. الناس عند ربنا اولاد متساويين، او هنا كلهم نفس الدرجة عند ربنا، متساويين كلهم يا حبايبي عند ربنا. الناس متساويين كأسنان المشط، لا فضل لعربي أو أعجمي، يعني ما فيش فضل لواحد عربي أو أعجمي اللي هو غير العربي إلا بحاجتين عند ربنا. ربنا لما يجي يبص لك هيبص لك بحاجتين 2، التقوى اللي هو تقواك خوفك من ربنا سبحانه وتعالى، وعملك. رقم 1 يبقى هنا قلنا يرشد الناس إلى عبادة الله واحد. رقم 2 ينشر العدل، ينشر المساواة. 3 الرحمة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بعباده، هو اللي هيشفع لنا يوم القيامة برحمتنا ويدخل جنته إن شاء الله، وندخل الجنة إن شاء الله. رقم 4 التسامح، إن أنت مهما كان في حاجة ما بينك وبين شخص لازم يبقى عندك صفة التسامح وإنك تعفو، لأنها من صفات الأنبياء. يبقى العالم كان في حاجة لما جه سيدنا محمد يرشد الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال لي هنا 2 نشر العدل، المساواة، الرحمة والتسامح. طبعا كان معاكم مستر خالد السعيد، أرجو أنك تكونوا فهمتوا الحصة. هنتابع معاكم إن شاء الله تدريبات الدرس، الأسئلة اللي هننزلها لكم، كل حاجة صعبة هنبسطها لك. إحنا معاك على مدى عامك الدراسي كله، متواجدين معاك. كل صعب هنسهله لك إن شاء الله، مالكش صعب خالص إن شاء الله. هنوصلك لأعلى ليفل في الماده واعلى درجات في الماده وهي تقفلها ان شاء الله، والكلام ده عن ثقه وهنتحاسب عليه قدام ربنا. كان معاكم مستر خالد السعيد في شرح الدرس التمهيدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشطر اب، تعليمك بقى اشطر.